قصدك ان انا تمثال جميل من غير روح. معلش ما تزعليش مني. وهزعل ليه؟ ده رأيك وفي شيء من الوجاهة. يعني انت حاسه بكده؟ مش يمكن يكون ده مقصود؟ مقصود انك تعيشي من غير روح ومن غير قلب كمان. يا نهار اسود منيل ب 60 نيله، ومن غير قلب كمان. اللي يدخل اللعبة دي لازم يكون كده. يعني انا في يوم من الايام هبقى زيك كده؟ لا 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 اشك. احنا لسه في البداية، اصبر شوية وبعدين تحكم. عندك حق برضه. الواحد ما يقدرش يحكم على حاجة في البداية كده. ما هو اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار برضه. وفي ايه؟ يلا بينا من هنا. انا عايز اتمشى شويه. هنتمشى الناحية التانية. وهنا لا ليه؟ وبعدين اللي اسمه عامر ده واقف بيعمل ايه هنا؟ على فكرة انت بقيت تسأل كتير قوي وده مش صح علشانك. انا عايز افهم. اللي احنا عايزينك تفهمه هتفهمه، وكل حاجة في وقتها. كل حاجة في وقتها. ماشي ماشي. بجد؟ طب كويس قوي. انت ما تعرفش انا كنت خايفه قد ايه احسن ما تعرفش تتفاهم معاها. بس بجد يعني النتيجه اللي انت عملتها دي هايله. يا بنتي عيب عليكي، هو انا اي حد؟ قعدتي بس تقولي لي ماما صعبه دي ماما طلعت زي الفل وتتحط على الجرح يطيب. بس عارفه احلى حاجه ايه؟ ان انا قدرت اكسبها في صفنا، واللي احلى منها ان انا كمان خدت منها ميعاد نيجي نزوركم على طول بعد الامتحانات انا وامي. خلاص يبقى كده مش فاضل غير مامتك ان انت تقنعها، واول ما اجي بكره الكليه لازم تحكي لي كل اللي حصل. يعني انت واثق انك هتقدر تقنعها؟ لا طبعا مصدقاك، لان انت طالما قدرت تقنع ماما يبقى هتقدر تقنع اي حد في الدنيا. اوكي هاجي بدري ما تقلقش، وانت كمان هتوحشني قوي. اوكي يلا خلي بالك من نفسك. تصبح على خير. باي. انا ما كنتش اعرف حكايه ايجار الشقه دي. مفيش مشكله يا طنط. يقطعني يا بنتي، والله ما اعرف انك محتاجه لشقه جدك كده، والا ما كنتش فكرت في ايجارها ابدا. يعني انا اجرتها عشان لقيت الدنيا زنقت علينا، وقلت اهو قرش يخش لنا يساعد شويه على المعيشه اللي بقينا فيها دي. ربنا يقويك يا طنط ولا يهمك. انا كنت عايزه اجي عشان اقعد اذاكر في الهداوه، لكن معلش عادي بقى، هرجع انا بيتنا. الله، ترجعي بيتكم ليه بس يا بنتي؟ ما انت قاعده، ما هو ده زي بيتكم، وقاعده مع ولاد عمك وزي اخواتك، واقعدي مع اختك في الاوضه. ايه اللي هيجرى؟ وذاكري براحتك يا حبيبتي. لا يا طنط معلش، انتوا البيت عندكم زحمه وانا مش حابه ان انا اضايقكم. يخص عليك يا سميه، دي كلمه تطلعها من بوقك برضه كده؟ ده انا خالتك نجاة كده برضه حبيبتي، ما شيلكيش الارض شيلك راسي من فوق. ما تحرمش منك يا طنط، معلش خليني على راحتي. يلا تصبحوا على خير. ايه يا بني ادم، مالك واقف زي الصنم كده ليه؟ ما تتحرك. صعبان عليا يا ماما، شحططت سميه كل شويه من حته لحته. يا اخويا صعبان عليك؟ طب لما هي صعبانه عليك ما مسكتش فيها تقعد في وسطنا ليه؟ الله، انا قلت انت لو عايزاها هتمسكي انت فيها، انا مالي؟ انت بتستهبل يا واد ولا بتستهبل؟ امسك فيها ايه؟ ما انا قعدت اتحايل عليها وانت واقف زي الصنم مش عايز تتحرك. انا قلت اديلك فرصه يمكن تعرف تتصرف ولا تعمل حاجه. اهي دمك ولحمك، بنت عمك برضه. بقول لك انا ماليش يا عمام، واقفلي السيره دي. دي كلمه تقولها؟ اخس عليك. طب هي ذنبها ايه؟ دي سميه، سميه حبيبي. ما انا عارف ياما، انا يا سميه ياما، انا ما بقتش فارقه معايا.
تقعد ولا تمشي ولا ان شاء الله تروح في اي حته. ياما انا مبقاش فيا حيله اتحايل على حد. الله، في إيه يا ابني؟ مالك مخنوق من الدنيا كده ليه؟ انت لسه رحت ولا جيت؟ ايه اللي خانقك كده ومضايقك بالطريقه دي؟ ياما سيبيني في حالي عشان خاطري، سيبيني في حالي. يوه، استغفر الله العظيم يا رب. مصيبتي يا حبيبتي يا بنتي. اخص عليك يا سوم، ليه كده يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ضنايا كده؟ ليه؟ شفت يا طنط، وصل بيا الحال يبقى ابويا وامي على وش الدنيا وانا مش لاقيه مكان اروح. اخرسي، اوعي تقولي كلمه زي دي، ده كلام تقوليه؟ ان شاء الله ليك الدنيا كلها طول ما انا موجوده وربنا مديني صحه وعافيه. وبعدين بيت عمك راضي الله يرحمه الف رحمه ونور عليه مفتوح لك يا اختي، ده انت صاحبه البيت واحنا اللي ضيوف عندك كده برضه يا ضنايا تعملي كده. ايوه يا طنط، لكن يعني بس ما لكنش. يلا اتفضلي، يلا عشان تطلعي تنامي جنب اختك فوق. يلا، ده انت حطيت في عينيا الاثنين. يلا يا بنتي يا باخ حبيبه قلبي يا عمري. من خرج من داره اتألم مقداره. بس انا مش عارفه اعمل ايه، بس اعمل ايه؟ 5 وخميسة وعيني عليك باردة. اللهم صل على النبي، الله أكبر عليك، بقيت زي الفل. وشوف قعدتك في وسطينا بالدنيا وما فيها. ده الدكتور كمال قال ان شاء الله انك بعد كام حقنه كده هتقدر تتكلم على خفيف. شفت ازاي؟ الخير على قدوم الواردين، ولا ايه يا سمية؟ ربنا يخليكي ليا يا طنط، ده بفضل دعواتك ودعوات جدي. يا حبيبي، انت عارفه بيقول لك ايه يا سومه؟ بيقول لك ما تشيليش هم خالص يا حبيبتي. ان شاء الله ما نحرم منكم يا رب، وربنا يشفيك يا جدي. انت عارف اهو انا قعدتي معاكوا كده مش مخليني محتاجه اي حاجه من الدنيا. ان شاء الله ما تحتاجي لحد في الدنيا دي كلها يا سومه يا حبيبتي. طب يلا، انا حضرت لكم الاكل على السفره، قوموا اتعشوا وانا هاخد جدكم واطلع في البلكونه نشم الهوا. وان شاء الله بعد ما تخلصوا عشاء تقعدوا تذاكروا بقى على رواقه كده في الهداوه دي. يا نهار اسود ومنيل ينيلك. هو انت يا ولاد تسكني الصبح والظهر عليك هعزلك بالليل؟ لا جايالك بالاذن يا حاج. طيب اختي ايه ده الباب هيتكسر يا نهار اسود. ايه اختي ايه في ايه؟ انت اللي في ايه يا وليه يا خرفانه يا مجنونه انت؟ هو انت ايه الدب والرزع اللي انت عماله شغاله فيه؟ ايه يا اختي؟ ما تكونيش فاكره نفسك واخده فيلا في الصحراء وعماله بتهدي وتفحتي فيها. ايه يا اختي؟ العيال تحت بتذاكر يا وليه مقطوعه من الشجره انت. ايه يا وليه انت؟ الله، كنت معلقه صوره. ولولوا عليكي ساعه وسبته، واللي يعلق الصوره هيهد البيت فوق راس الناس. ايه انت ما عندكيش دم؟ ما بتفهميش؟ انت اللي ما بتفهميش، وانت مالك انت؟ ده بيتي وانا حره فيه. بيتك ده قطع رقبتك. بيتك ده يا وليه انت كانت ورثينا بالحياه، ده كانت سكنه سودا ومهببه ب60 نيله. خلاص سيبيني اكمل اللي انا كنت بعمله. اسمعي يا وليه انت، انا محترمه سنك والله العظيم 3. لو سمعت خربشه بس لا اطلع ارميكي من فوق. انا مش ناقصاك يا وليه انت. اسمعي يا وليه انت، انا من اول ما شفتك كده وانا مش مرتاحه لسحنتك دي، مش مريحاني. والله انا اللي مش مرتاحه يا وليه يا شرشوحه. انت اخبطي دماغك في الحيط. انا اخبط راسي في الحيط وليه شرشوحه؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي ما انت بايته فيها الليله دي.
وكويس ان شنطك على الباب اهو، وادي الصوره اللي انت ماسكاها عماله بتدقدقي فيها. ايه ده؟ صورة العذراء فيها حاجة دي؟ لا يا اختي مفيش حاجة، كل خير ان شاء الله. ايوه كده. الحمد لله، اهو الخبط وقف اهو. عيب عليك يا بنتي، دي نجاة برضو مش اي حد. ربنا يستر بس ما تكونش الست خلصت في ايديها فوق. ايوه كده هيبقى ماشي بقى. ايوه ها اتفضلي. الله جميلة، بسم الله ما شاء الله. اتفضلي يزيد فضلك ان شاء الله يا ام النور. ان شاء الله يا ام النور. شيلاه يا عبد. تعرفي انا كانت امي الله يرحمها الف رحمه ونور عليها، كانت لازم تصوم صيام العذر ولا كانت تجلي سنه من السنين. انا كان عندي جاره كده، يا ويلي يا ويلي لو عملت فطير الملاك وما بعتلهاش منه. طب ما انا كمان يا ويلك مني لو عملت فطير الملاك وما بعتليش منه، هطلع اربيكي من البلكونه. حرام عليك. اعمل لك ايه؟ لا ده انا من عينيا الاثنين. يسلم عينيكي يا حبيبتي. امال ايه؟ بس اللي اعرفه في الاول كده انت ما كنتيش نازله لي من زور، بس باين عليك هتطلعي كويسه. يعني انت اللي رحت بعيد؟ طب ما انت كنت واقفه لي في فم المعده. بس على راي المثل زي ما بيقولوا، تعرف الناس اللي اعرفهم قال عشرتهم، قالوا لا يبقى ما يعرفهمش. لازم الناس تعاشر بعضيها عشان يحكموا على بعضيهم. انت اسمك نجاة صح؟ ايوه يا حاجه، قصدي يا مقدسه. بس جوز الله يرحمه الف رحمه ونور عليه، هبقى احكي لك عليه بعدين. كان بيدلعني يقول لي يا نوجه. انت بقى عاوزاني اقول لك يا ايه؟ تقولي لي يا ايريني زي ما انا بقول لك يا نجاة. ايوه بس ما ينفعش يعني عشان خاطر عشان فرق السن اللي بيني وبينك. يعني سن ايه؟ ده انت تخلفيني. ايه ده؟ اما انت ولا ما عندكيش دم صحيح؟ ما كنت لسانك كويس يا وليه وكنت ماشيه كويس، ايه اللي عوج لسانك؟ على كل المره دي هعديها، بس المره الجايه لا يمكن ابدا. انا هروح بقى اجيب عده القهوه واعمل لك فنجان قهوه تحلفي بيه طول حياتك. معلش يا ريري يا حبيبتي مش هينفع دلوقتي، انا لازم انزل عشان كنت طالعه على اساس بتخانق معاكي. هنزل اطمن عيالي، وكمان عندي حمايه بعافيه شويه، هنزل اطمن عليه واقعد معاه. خليها وقت تاني. ايش خليكي قاعده معايا، انا زهقانه، نقعد كده ندردش ونسلي بعض. خلاص عينيا الاتنين ولا يهمك. هاتي حاجة القهوة وحصليني تحت على الشقة نتسلى براحتك يا ريري يا حبيبتي. يا نوجة يا حبيبتي. الله دي طالعة من بوقك بتنقط عسل. ده انت مش هتنوري شقتي تحتي وبس، ده انت نورتي البيت كله والمنطقة كلها. تعالي في حضني يا حبيبة قلبي. تعالي يا حبيبتي. معقولة؟ انت اللي جايبه الشاي بنفسك؟ امال فين سعدية؟ انا اللي قلت لها. عموما الشاي من ايديك هيبقى مختلف. وعدتني سامر. معقول يا رجاء؟ معقول برضو يعني بكوباية شاي انفذ لك طلب كبير زي ده؟ تحت امرك. عارفة يا رجاء، أنا عرفت ستات كتير قوي على كل شكل ولون من جنسيات مختلفة، فيهم ملكات جمال، وجات عليا فترة من الفترات زهقت من كل ستات الدنيا. لكن انت بقى جمالك من نوع خاص، جمالك في عقلك، في قوة إرادتك، إنك استحملتي رغم كل اللي شفتيه. أنا فاهمة، بس إحنا اتفقنا نصبر. أنا محتاجة وقت أسترد نفسي. لو قربت منك في المرحلة دي هبقى بكذب عليك.
يا عقلك منظم قوي وتفكيرك مرتب ومقنعة إلى حد كبير. لو حد اتعرض للي انت تعرضتي له ده كان مستحيل انه يتحمل. سامر. وحشتك الدنيا يا رجاء؟ سامر وحشني اكتر. خلاص يا رجاء، هخليكي تخرجي تشوفي سامر وتشوفي الدنيا. اتفضل يا حاج، سلامتك الف سلامه. لا معلش يا ريري حبيبتي، بلاش الحاج عشان الدكتور منعه عن القهوه. اسكتي انتي، حبه بن من البن بتاعي مش هيحصل حاجه. عشان خاطري حاج بلاش، ما انت عارف الدكتور محرج عليك. هات انا اشربها عشان اغني لك قراءه الفنجان. هاتي. طب انا بقى بكره هعمل لكم سحلب جايلي من اسوان، انما ايه حكايه. يا اختي يسلم ايديكي وعينيك، ان شاء الله ما نتحرم منك. شفت منورانا البيت ازاي؟ انت بتحب السحلب يا حاج مش كده؟ حيدة باين هترسم على الراجل. منورة يا ريري. منورة حبيبتي. ده انت بقك بينقط عسل. بس محدش بيقدر. محدش بيقدر؟ كل الناس يا اختي هتقدرك ولا ايه يا حاج؟ بقيت قاعد عنفه، بقيت قاعد كده محبوس بين 4 حيطان. فين ايامك؟ فين ايامك ولياليك؟ فين ايامك في اللياليك؟ خلي شبابك يفرح بيك. خلاص دي اخرتك. يا خسارتك في الاسرى عرفه. ادخل. انت لسه صاحي؟ انتي شايفه ايه؟ مش جايلك نوم ولا ايه؟ نفسي انام، والله نفسي انام بس مش عارف. تحب اقدم لك اي مساعده؟ فعلا انا محتاج استعين بصديق. اوكي، انا هروح اعمل لك كوبايه لبن دافيه تهدي اعصابك عشان تنام على طول. كوبايه لبن؟ كوبايه لبن. والله كوبايه لبن ومال. بقول لك ايه، ما تنسيش بالمره تجيبي رغيف فينو بقى عشان نسقي بقى ونعمل حفله شاي بلبن ونهيص ونليص. ما تنسيش تجيبي معاكي الشريك يا نور. كوبايه لبن قلب يتغطى يعرف ونام. كوبايه لبن قلب اتغطى يا عرفه ونام. ايه يا خسارتك يا عرفه. طب خدي دي بقى. قول يا حبيبي. فار كان سكران نام جنب قطه ميته، قام الصبح فاق قال ياه ده الواحد لما بيبقى سكران بيبقى مفتري قوي. يعني الواد جاي قوي يعني هو اللي موتك. اشربي يا حبيبتي اشربي. تسلم ايدك يا حبيبي. تسلمي يا دين النبي. والله الايام عدت يا نوجه والواحد كبر. فشر، اوعى تطلع الكلمه دي من بوقك. انت لسه في عز شبابك ما شاء الله عليك، الله اكبر. احنا كبرنا نرجع ننكر ده يعني. وبعدين العيال كبرت. نفسي ومنى عيني افرح بيهم. نعم، تفرح بمين يا اخويا؟ العيال لسه في الجامعه، وبعدين اما يتخرجوا من الجامعه لازم يشتغل ويحسوا بالقرش الواحد بيشقى بيه ازاي، ولا ايه يا حضره اللواء؟ طب بذمتك يا نوجه ما نفسكيش كده تبقي جد وتشوفي احفادك كده وهم بيجروا حواليكي؟ الله 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 الله، هنخش في الغميق اهو.
بقول لك ايه، لسه بدري عشان ابقى حامي يا حبيبي. وبقول لك ايه يا روح، يكون في معلومه، انا لما بمشي مع اولادي بقول لهم مين اختكم الكبيره دي. ايوه، ما انت لسه قطه مغمضه. قطه هوهو عليا بقى. والله يا نوجة انا نفسي اشوف كده مرات ابني وندى بنتي وهي في توم ولا بصل، اللي يجيبه ربنا كله كويس ساعتها، بس مش دلوقتي يا حبيبي. لا 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 لا. انت فين يا راجل؟ ده انا من الصبح بدور عليك. راح فين ده؟ ايه ده يا عم؟ ايه ده عشان خاطري؟ اهدى كده وصلي على النبي. يا عم شيل المسدس ده، لا يطول السلاح، يطول يا عم. اخلص. حاضر. ايوه يا راجل كده، سمعني صوتك. تصور والله صوتك وحشني يا عامر. ما انا بقول لك اخلص. حاضر. هي ليله باينه. اهدى اهدى. ايه في ايه؟ في ايه؟ ما هو عندك اهو سليم. في ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ خليه يشيل الزفت اللي في دماغي الاول قبل ما السلاح يطول، وبعدين يلغي معاه زي ما انت عاوزه. نزل المسدس يا عامر وفهمني بالراحه ايه اللي حصل واعرف ابيه عمل ايه. يا ساتر عليك، خسرتك يا عرفه. الو، ايه بتقول ايه؟ لا 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 خلاص، ما حدش يقول حاجه ولا يعمل حاجه، انا جاي حالا. يلا. يا ضيف، يا ولد يا ضيف. ايوه يا استاذ شاكر، هعمل لك القرفه بالحليب والسكر بره. حلو الكلام؟ قهوه مظبوط دبل. نعم، حضرتك بتقول ايه؟ اللي انت سمعته بسرعه. حاضر ماشي. على فكره احوالك مش مريحاني اليومين دول، بتيجي في المتاخر وتطلب قهوه. في ايه يا استاذ شاكر؟ انت مالك؟ روحت اللي انا طلبته منك وبسرعه. حاضر، الحق عليا ان انا بطمن عليك. حلو الكلام؟ سلام. هي ناقصاك انت كمان. مالك يا استاذ شاكر؟ نحن نعيش في زمن السحابه البركانيه. نعم. لما واحد زيك يجي يسألني عن أحوالي
يبقى احنا بنعيش في زمن السحابة البركانية. مع ان يعني ولا مؤاخذة انا مش فاهم انت بتقول ايه يا استاذ شاكر، بس انا حاسس يعني ان احوالك اتشقلبت من ساعة ما قلت لك الموضوع اياه، وانا والله العظيم قلته لك عشان اريحك. انت عايز تريحني فعلا يا عبده؟ والله يا استاذ شاكر عايز اريحك، وامورنا اعمل لك اي حاجة عشان تريحك كمان. انا هسألك سؤال واحد بس عايزك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحة. اتفضل. اللي انت عرفتني عليها دي اختي فعلا ولا واحدة شبهها؟ هترد عليا. هي اختك سماح يا استاذ شاكر. ايوه يا باشا، الدبل المظبوط. ارجع مكانك علشان اشرب القهوة بتاعتي واروح مشوار كل ليلة. مشوار ايه يا استاذ شاكر؟ انت مالك خليك في حالك. روح عشان اشرب القهوة بتاعتي. روح. حاضر. حركة زي دي كان ممكن تدفع حياتك تمنها يا عرفة. مع اني حذرته من كتر الفضول والاسئله وفهمته ان كل حاجه يفهمها في وقتها. يا جماعه انا بتصرف عادي. الله، مش انا خلاص بقيت واحد منكم؟ ليه قلقانين بتعاملوني ليه كده؟ انت فعلا يا عرفة بقيت واحد مننا. امال ايه بقى؟ لما بتدخل المدرسه بتكون واحد من المدرسه، بس بتبدا من سنه اولى وبتمشي واحده واحده لغايه ما تتخرج. مش مجرد انك بقيت في المدرسه هتتخرج من سنه اولى. استعجالك وفضولك يا عرفة ممكن يقضوا عليك. عامر عنده اوامر انه يخلص على اي حد يقرب من المكان ده. وانا مستغربه ازاي عامر صبر عليك كل ده. اصل انا بحب عرفة قوي، وكان عندي احساس ان هو هيعمل الحركة دي، عشان كده نبهت على عامر انه ياخده بالراحة والهداوة وبعدين يبلغني. طيب الحمد لله. بس هو عنده اوامر من دلوقتي، اذا اتكررت تاني هيخلص. انا بس في سؤال تعبني ونفسي اعرفه، المكان ده فيه ايه؟ وبعدين يا عرفة، وبعدين يا حبيبي، الله انت هتخليني اشك في ذكائك وازعل منك. قلنا لك كل حاجه هتعرفها في وقتها. ماشي خلاص. هو بس انا كل الحكايه ببساطه ان انا يعني قاعد كده فاضي ما بعملش حاجه، فقلت يا واد اتسلى شويه. لكن ليكوا عليا ساعه الجد وساعه الشغل هخلص خالص ومش هسال اي سؤال. تقدر دلوقتي تطلع اوضتك ترتاح. ماشي، تصبحوا على خير. انت من اهل. الصراحه عنده حق، مش صح نسيبه قاعد فاضي كده. انا خلصت اجراءات سفر وهحجز له على اول طياره. الله يجازيك يا عم، عرف الطريق. تعالى يا شاكر.
يا شاكر. تعالى ما تخافش، تعالى تعالى، قلت ما تخافش. تعالى تعالى. ايه؟ هتسلطي مين عليا المره دي يضربني؟ تعمل كده ليه يا شاكر؟ لقيت نفسي شخص مش مرغوب فيه. صليت عليا الناس عشان يضربوني. فقلت اجي اطمن عليك بنفسي كده من بعيد لبعيد. تعالى 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 بقى. تعالى ندخل نتكلم جوه. تعالى ما تخافش. صعبان عليا تعبك قوي يا شاكر. لو صعبان عليك كنت رجعتي معايا. مش هينفع يا شاكر، مش هينفع. وبعدين انت مش بتصحى بدري عشان عندك شغل؟ ليه بس تسهر كل ليله كده؟ لا، ما انا قدمت استقالتي من المدرسه بعد ما سبتيني. وعايش ازاي؟ بعت حته الارض اللي عندنا في البلد ولميت كل مدخراتي حطيتهم في البنك. وديعه يعني، ودينا اهو عايش من فوائدها. بقول لك ايه، انا هفك الوديعه دي يا سماح. ليه؟ يعني اديك فلوسك تعملي بيها اي مشروع، كوافير، بوتيك، تيجي تعيشي معايا تاني. ما ينفعش يا شاكر، ما ينفعش. انا ما فهمش في المشاريع دي ابدا. وبعدين هاخد القرشين اللي حيلتك اضيعهم ونلف نشحت انا وانت. انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتقفلي كل البيبان اللي بيني وبينك عشان تيجي معايا وتعيشي معايا تاني؟ سماح، انت عارفه انت اختي الوحيده، انت اهلي كلهم. عايزك تيجي تاني وتعيشي معايا. عايز اطمن عليك قبل ما اموت. هتفتكر ان حالي كده عاجبني؟ طب ومستنيه ايه؟ مستنيه فرصه، بس فرصه صح ومضمونه. ساعتها هخلص من اللي انا فيه ده. افرضي ما جاتش الفرصه دي. هتيجي يا شاكر، لازم تيجي. ولحد ما تيجي هتعملي ايه يا سماح؟ انا سالي اللي انت شايفها قدامي. طب انا همشي انا بقى اروح يعني واسيبك عشان تستريحي. ايه رايك اعشق ايديا زي زمان؟ بجد؟ انا موافق، بس ليا شرط. كمان هتشرب؟ قول يا سيدي. انا اللي كده بتعشيني سماح، وعايز برضو الولاد اللي تعشيني برضو اختي سماح. سماح ولا سالي، المهم نتعشى مع بعض وخلاص، ولا ايه بقى؟ طيب انا هروح. ربنا يهديكي. حضرت لك عشاء بقى، هتاكل صوابعك وراه.
انت يا ابني مش وعدت ماما ان احنا هنفضل زملاء لحد ما تتقدم رسمي؟ بصراحه يعني انا وعدت بس مبسوط وعايز احتفل معاكي بالمناسبه دي. لسه بدري على الاحتفال يا امير. طب ما تيجي نروح المكان اللي بنقعد فيه؟ بلاش، انا ما صدقت ان الحكايه تهدى. هو احنا لو قعدنا هنا مش هنعرف نقول كلمتين على بعض، وشويه وهنلاقي ساره جايه، واما تيجي ساره انت هتتعفرتي، واما تتعفرتي بوزك هيضرب شبرين. هو في دي عندك حق. انا بصراحه لما بقيت اشوفها دلوقتي بقى يركب لي 60 عفريت. وانا ملاحظ برضو ان انت بقيتي تغيري منها قوي. انا غير من واحده زي دي؟ يا بابا ساره دي ما تهزش فيا شعر. كل الحكايه ان انا بتضايق من تصرفاتها وبتحرق دمي. انا قلت كده برضو. خلاص يبقى احنا نروح نقعد في المكان بتاعنا عشان نعرف نتكلم. ماشي. طب ما كمل اول. اي خدمه يا سيدي، عملت لك الخصم اللي انت عاوزه، وان شاء الله بالليل هيجي لك الزرع لغايه عندك. وادي العربونه اهو ست نجاة. ماشي. متشكرين. مع الف سلامه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حضرة الظابط اشرف، يا الف اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. ازيك يا ست نجاة؟ تعيش يا رب. ياه، كل دي غيبه؟ انت كنت فين يا راجل؟ معلش كنت مسافر، كان عندي فرقه ولسه راجع. الف حمد لله بالسلامه، نورت الدنيا كلها. انا رحت لك البيت قالوا لي ان انت هنا، فقلت اجي اسلم عليك. يا الف اهلا وسهلا، والله ليك وحش. انت اخبارك ايه، واخبار الحاج مرشدي، واخبار ندى وباسم؟ الف حمد وشكر، والله دايما بيسالوني عنك وبيسلموا عليك قوي. وعرفه اخباره ايه؟ عرفه فلا الله ولا فلك يا حضره الظابط، ربنا يبعده عننا ويكفينا شره. بس حلو قوي فكره المشتل دي، ربنا يعينك عليها. الله يكرمك يا رب. عجبك؟ ومش ده عبده؟ عبده. عبده تعالى تعالى سلم على حضرة الظابط اشرف. ازيك يا باشا؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ انت بتشتغل مع الست نجاة؟ ده من حسن حظ يا باشا. ومن سوء حظها. لا ده بقى كويس قوي، بسم الله ما شاء الله، ده اتهدى ومشى على الصراط المستقيم. ده اتهدى؟ صحيح الكلام ده عبده؟ الحمد لله يا باشا، من ساعة ما خرجت المستشفى وانا ماشي جنب الحيط، والحمد لله يا باشا، ربنا اكرمني بالشغلانة الشريفة هنا في المشتل. وحد يكره؟ بس اعمل حسابك، الست نجاة دي عزيزة عليا قوي، وجوزها الله يرحمه راجل صاحب افضال عليا. العفو يا سعادة البيه. لو جاتني اي شكوى منك مش هرحمك. مش هتسمع عني غير كل خير يا باشا. بقول لك ايه، تشرب شاي؟ نشرب شاي. يلا يا عبده، اعمل لنا كوبايتين شاي، واعمل لنفسك كوبايه شاي اشربها هناك. ماشي يا ست نجاة. شايك سكره ايه يا باشا؟ مش قضيتك. مش قضيتك، ماشي يا باشا. نقعد هنا ولا نقعد؟ يلا. ذمتك مش في المكان النهارده ليه طعم تاني؟ ليه يعني؟ عشان انا النهارده حاسس ان انتي بتاعتي، ملكي. ده انت عندك حب امتلاك بقى. لا انا ما عنديش حب امتلاك، انا عندي حب امتلاك ندى وبس. لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله. مش من مقابله صغيره مع ماما كده تحس بكل ده؟ طيب مش هنحتفل ولا ايه؟ طبعا نحتفل. يعني ممكن نشرب عصير، او اقول لك نطلب شاي وجاتوه. لا انت بتشتغليني، مش هو ده. ما هو الاحتفال اللي في دماغك ده مش وقته خالص. طب بصي يا ندى بقى بجد، يعني بجد انا عايز ابقى قريب منك. اللي يصبر ينول. ماشي يا ستي، ما هو انا مش هسلك معاكي، وبصراحه يعني ما اقدرش على زعلك. لا حول ولا قوة الا بالله. الف سلامة على الحاج مرشد، انا لازم اجي اطمن عليه بنفسي. تسلم من كل شر، طبعا تأنس وتشرف في البيت، بيتك ما انت عارف. طيب ارجوك يا ست نجاة، لو محتاجة اي حاجة ما تتردديش، كلميني فورا. كتر خيرك يا اخويا، ما انت عارف ان انت بقيت واحد مننا. طيب الكلام ده انا عايزه فعلي بقى، مش عايز كلام وبس. ان شاء الله ربنا يخليك. طيب سلام نمشي منك بالسلام. سلام ورحمه الله وبركاته. شرفت وانست يا باشا. خد بالك ها. في عينيا يا باشا، الف سلام. حضرة الظابط اشرف ده راجل سكره. عارفه يا ست نجاة، انا النهارده مبسوط قوي
ها اشمعنى يعني النهارده مبسوط وفي الشتا كعايد؟ كنت زمان يا ست نجاة اشوف ضابط البوليس يركبني 60 عفريت واقول يا ارض انشق وابلعيني. دلوقتي ضابط البوليس قدامي وش الوش بتكلم معاه ولا هممني اي حاجه. طبعا مش الاول كان على راسك بطحه، لكن النهارده انت ماشي في السليم. مظبوط يا ست نجاة مظبوط. خد نصيحه من اختك، طول ما انت ماشي عادل وفي السليم تحط صباعك في عين التخين، وعلى رأي المثل تمشي عادل يحتار عدوك فيك.